جزاك الله بالخير يا شيخ فواز، بيض الله وجهك على هذا الحفل المشرف. كلمة منك طال عمرك بعد هذا الحفل، الله يعطيك العافية. يا مساء النور والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشكر والتقدير لمن يستحق الشكر، لكل قبيلة بني عطية جميعا كبارها، وهم جميعا كبار بمشيئة الله، على حسن الاستقبال لضيوفنا وضيوف المملكة الأردنية الهاشمية، وضيوفنا الأعزاء من قبيلة بني عطية من المعازة من الجمهورية المصرية وقبيلة بلي. والشكر والثناء لجلالة سيدنا وقائد البلاد، والشكر والثناء للأجهزة الأمنية التي ساعدت وساهمت في تسهيل مهمة إخواننا من قبيلة بني عطية لزيارتهم للمملكة الأردنية الهاشمية. وأعيد لكل من لبى الدعوة من القبائل والعشائر الأردنية جزيل الشكر على مشاركتهم هذا الحفل القبلي العشائري، والذي جمع من جميع قبائل العرب على أرض الأردن. لا شك إنها أيام تبتهج لها قلوب المحبين، ونحن كعائلة قبلية تجمعنا اسم القبيلة، حتى لو كنا من قبائل شتى، لكن يجمعنا النظام القبلي والعشائري، والذي ذكره الله جل جلاله في محكم التنزيل حينما قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشكرا جزيلا لكل من شاركنا بهذا الحفل، وأشكرك أخوي العزيز أبو سلطان لتغطية هذا الحفل، وأشكر سناب بني عطية على وقفتهم المشرفة برضو وتغطيتهم هذا الحفل، والشكر القبيلة بني عطية على الموقف العظيم المشرف والذي احتفى فيه جميع أبناء القبائل والعشائر. وشكرا لدولتنا الأردنية. شكرا طال عمرك، شكرا.